لا، ماليش مزاج انزل. عفوا، لقد نفذ رصيدكم من الطاقة. ما عنديش طاقة اكلم اي حد ولا عايزة اقوم اعمل اي حاجة، مش عايزة اقابل حد، عايزة اقعد لوحدي. كتير بنقول الجمل دي واحنا مش عارفين ايه اسبابها، ايه اللي وصلنا ان احنا نقول الجمل دي اصلا. حاجة كده اشبه بان رصيد الطاقة اللي كان عندنا خلص ومحتاج يتشحن تاني، وده بقى اسمه استنزاف العاطفة او استنزاف الطاقة او اللامبالاة. وقتها ما بيبقاش عندك القدرة ان انت تعمل اي حاجة وراك مهما كانت ضرورية او حتى مهمة، ولا تبقى قادر تتعامل مع كل اللي حواليك. انت بتبقى فاقد الاحساس بكل حاجة، وكمان فاقد الاحساس بالمتعة والانبساط، وما بتبقاش عارف تعبر عن اللي جواك. انت حتى مش قادر تساعد نفسك علشان تخرج من اللي انت فيه، ولو ده طول شويه ده هيبقى الباب اللي بيوديك للاكتئاب. كل الحاجات اللي كنت بتحب تعملها وبتبسطك ما بقتش بتحس باي متعه فيه. ده بيحصل لنا كلنا بعد ما نكون بهدلنا مشاعرنا وطاقتنا في علاقات مؤذيه، او قضينا وقت طويل مع ناس سلبيه، ودول علم النفس بيسميهم مصاصين الطاقه. كتير بندخل في علاقات حب او صداقه بقلب جامد ونديها من كل طاقتنا وجهدنا بكل حب، وبنفضل نعافر فيه، وده علشان تكمل وتنجح، بس في النص بنعطل وبنحس ان احنا مش قادرين نقدم اي حاجه في العلاقه دي وبنفصل. واول ما العلاقه دي بتنتهي مش بس ما بيبقاش عندك طاقه للدخول في علاقه تانية، انت ما بيبقاش عندك طاقه تديها لنفسك ولا الحاجات اليوميه المعتاده اللي كنت بتحب تعملها. ومش بس العلاقات اللي ممكن توصلنا للمرحله دي، في حاجات تانية كتير خارجه عن ارادتنا وبرضه بتوصلنا للاستنزاف العاطفي ده، زي ان يكون عندك مرض مزمن او وفاه شخص غالي عليك، او ام لسه والده جديد ولسه بتحاول تتعامل مع تجربه الامومه والتربيه، او ظروف طلاق، او ان يكون عندك صحاب وناس قريبين منك طول الوقت بيشاركوك مشاكلهم واحزانهم وكلامهم سلبي معظم الوقت. حاجه كده زي في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه. وده في علم الطاقه اسمه تاثر بطاقه الغير، وهو انك بتتلقى من اللي حواليك مشاعر كتير قوي وبتتاثر بيه، بس الجزء الاكبر فيها ما كانش بتاعك وما كانش يخصك، فما كانش المفروض تسيبه ياثر عليك. او زي انك تكون بتشتغل ساعات طويله بدون راحه، او انك تكون بتشتغل وظيفه مش بتحبها ومضغوط فيها. في حاجة يا مروة ولا ايه؟ لا، بهزر. لو بتمر بالفترة دي وقتها هتكون طول الوقت متضايق ومتنرفز، عصبية ملهاش أسباب ولا مبررات، صوتك بيعلى على اللي حواليك من غير مقدمات، انت ما بتبقاش طايق كلمة من حد، ولا حتى كلمة ازيك بتبقى عايز ترد عليه، مش عارف تركز في أي حاجة عندك، حس السخرية بيبقى عندك زايد ومعاه نظرة تشاؤم لكل اللي جاي، لا مبالاة لأي حاجة بتحصل حواليك، لو مين جراله ايه مش هتتأثر ولا بتحس بتعاطف ناحيته، مشاكل في النوم وبتنام كتير قوي هروب من اللي انت فيه، يا بتبقى صاحي والنوم طاير من عينك من كتر التفكير. وفي ناس الموضوع ده بيجي معاها باكل كتير طول الوقت، وفي اللي بيتسد نفسهم، ودول طبعا يا بختهم. وهو مش هنتنكد ونتخن كمان ونرجع نتنكد تاني علشان الدايت. ازاي بقى نتعامل مع نفسنا في الفتره دي قبل ما نوصل للاكتئاب برجلينا؟ علشان تحل اي مشكله لازم تعرف اسبابها الاول، ولان الفتره دي انت اللي بتمر بيها لوحدك وهي تخصك انت، فلازم تقعد مع نفسك وتحدد ايه اللي مضايقك وليه وصلت لكده، علشان على اساسه هتعرف حل المشكله دي ايه. يعني لو اللي وصلك لكده ضغط الشغل، ممكن تبتدي تدور على شغل غير، او تتكلم مع مديرينك يغيروا اللي مضايقك. ولو شخص في حياتك هو اللي وصلك للمرحله دي، لازم تاخد قرار بالبعد عنه. مهم تفرغ كل اللي جواك والمشاعر المتلخبطه اللي انت حاسس بيه، سواء انك تتكلم مع نفسك او تكتبه في ورق، او حتى تعمل ريكورد على الموبايل تحكي عن اللي بتمر بيه. بلاش الاستسلام لفكره انك تفضل في السرير لمده طويله، سواء كنت نايم او قاعد مش بتعمل اي حاجه. انزل اتمشى واخرج حتى لو لوحدك، ارجع اقرا كتاب كنت بتحبه وبتتسحل معاه، او ابدا في كتاب جديد يلهيك عن افكارك. ما تستسلمش للوحده والعزله، اجبر نفسك انك تنزل مع اصحابك حتى لو انت حاسس انك مش هتكون مبسوط، وواحده واحده هتلاقي نفسك تلقائي رجعت تشاركهم بالكلام واندمجت معاك. لو حسيت انك فقدت السيطره على نفسك ومش قادر تتصرف، اطلب المساعده من اللي حواليك، وخصوصا من الناس اللي بتعرف تتكلم معاها وبيفهموك صح. بطل جلد ذات وتفكير في ليه حصل كده، وانا ما كنتش استحق كل ده، وانا كنت السبب، غلطت في ايه علشان يحصل معايا كده، لان كتير ما بتكونش انت السبب في اللي حصل لك، واللي حواليك هم بيبقوا السبب، وفي الاخر اللي حصل حصل. والاهم ان احنا ندور على حل، مش ازاي نغلط نفسنا. لو الفتره دي طولت ومعرفتش تخرج منها بمساعدتك او بمساعده الناس القريبه منك، روح لدكتور نفسي هيساعدك تتخطى المرحله دي للاخر بشكل سليم. لو عندكم اي نصايح تانية علشان نتخطى مرحله استنزاف الطاقه، اكتبوها لي في التعليقات.